رائدات ورواد السينما المصرية. محمد بيومي. إذا كان فيلم ليلى الصامت هو أول فيلم روائي طويل، فإن الفيلم التسجيلي أسبق عهدا من الروائي بحوالي 5 سنوات، حيث يبدأ تاريخه في العام 1922 بإنتاج أول جريدة سينمائية باسم آمون. وإذا كانت السيدة عزيزة أمير هي رائدة السينما الروائية، فإن الرائد الأول للسينما التسجيلية المصرية هو الضابط السابق محمد بيومي، والذي درس السينما في فيينا وألمانيا، وأنشأ عقب عودته لمصر شركة آمون فيلم، والتي أصدرت بضعة أعداد من جريدة آمون السينمائية، وذلك في بعض المناسبات مثل حفل افتتاح بنك مصر وعودة سعد زغلول من المنفى. ولد محمد بيومي بمدينة طنطا عام 1894، وتخرج من المدرسة الحربية عام 1915، ثم اتجه للمجال الفني بعد ثورة 1919، حيث شارك في تأسيس فرقة وادي النيل مع بشارة وكيم، ثم سافر إلى إيطاليا ثم النمسا، حيث حصل على دبلوم في التصوير الضوئي والسينماتوغرافي من حكومة النمسا، وعاد إلى مصر ومعه معدات ومعمل تصوير سينمائي. وبالرغم من محاولات بعض الأجانب لعمل أفلام تسجيلية في مصر، إلا أن محمد بيومي يظل أول مصري وقف وراء الكاميرا، كما قام بإنشاء شركة مصر للتمثيل والسينما، وكان أول مدير لها، وكانت تعرف وقتئذ باسم شركة فيلم مصر، وكان مقرها في بدروم بشارع جلال باشا عماد الدين حاليا. ثم أنشأ استوديو شركة مصر فوق سطح عمارة مطبعة مصر بشارع نبار باشا. وقد ضمت الشركة بالإضافة إلى محمد بيومي حسن مراد وحسن الهلباوي ومحمد عبد العظيم، بالإضافة إلى الأجانب جاستون مادري والمخرج السينمائي محمد كريم. وقد أنتجت هذه الشركة عدة أفلام إخبارية، من أهمها فيلم عن افتتاح المؤتمر الجغرافي، وثاني عن المعرض الزراعي. وقام محمد كريم بإخراج فيلم حدائق الحيوان، كما قدم أول فيلم روائي وهو بعنوان برسوم يبحث عن وظيفة، والذي قام بتأليفه وإخراجه وتصويره وإنتاجه. شارك بعدها في العديد من الأعمال، من أبرزها ليلى في العمر، ليلى البدوية، والبشكاتب، وفتح المنية عام 1963 بالإسكندرية.